في بيت صغير كانت تعيش ليلى مع والدها حلمي وزوجته نور. في يوم عملت ليلى خطأ صغيرا، لكن نور غضبت منها، وبدلا من أن تسامحها حبستها في القبو المظلم. عاد حلمي والد ليلى إلى المنزل وسأل زوجته: فين ليلى؟ قالت نور ببرود: معرفش راحت فين. سمع الأب صوت ابنته الصغيرة وهي تبكي: بابا، أنا ليلى، أنا في القبو. أسرع حلمي وفتح القبو فوجد ليلى ترتجف من الخوف. طلعها من القبو وسألها عمن حدث. قالت وهي تبكي: نور هي اللي حبستني يا بابا. غضب حلمي ووقف أمام نور وقال: أنا غلطت لما خليتك جزءا من حياتنا، مكانك مش هنا. انت مش بس قاسية، انت من الزبالة، روحي للزبالة زي ما جبتك منها يا زبالة. خرجت نور بعد أن خسرت كل شيء، وفي النهاية ضم الأب ابنته ليلى، وعاد السلام يملأ البيت من جديد. لو عجبتكم القصة، اللايك والاشتراك يبقوا حاجة جميلة منكم، واستنوا أحلى القصص هنا وبس، على قصص حقيقية مش عادية.